كاين واحد المفهوم تنسميوه مركز التحكم ولا لوكاس اوف كونترول. هذا مركز التحكم، هذا المفهوم كيجاوب على واحد السؤال بسيط ولكن عميق. منين تجي القوه اللي تتحرك حياتنا؟ واش من الداخل ولا من الخارج؟ هذا هو السؤال، بسيط جدا وانا عميق. هادشي علاش الناس يتقسموا لجوج انواع. كاين النوع الاول عنده مركز تحكم داخلي، معناتها انه هاد الناس هادو كيامنوا انهم هما المسؤولين، هما مسؤولين على حياتهم، هما مسؤولين على اختياراتهم، هما مسؤولين على التصرفات ديالهم، هما مسؤولين على المستقبل ديال حياتهم. كيامن انا مسؤول على حياتي، ماشي شي واحد اخر، انا مسؤول. نتمنى نكونوا كاملين من هاد الناس هادو كيقولوا شنو غادي نقدر نغير، شنو غادي نقدر ندير، فين نقدر نلقى الحلول. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. والنوع الثاني الناس اللي عايشين بمركز تحكم خارجي. هذه الفئه تتامن ان حياتهم تيتحكموا فيها اخرون، تتحكموا فيها الظروف، تتحكم فيها الزهر، تتحكم فيها الحظ، تتحكم فيها الدوله، تتحكم فيها العائله، تتحكم فيها ظروف خارجيه. معنى القرار ماشي عندهم، القرار راه كاين خارجي، القرار راه برا في بلاصه اخرى الله اعلم. المهم القرار ماشي عندهم. ملي تتعيش بهذه العقليه، وهذه هي عقليه الضحيه، الناس اللي عندهم مركز تحكم خارجي، راك بشكل غير مباشر حقيقه تتقول للعقل ديالك شوف القوه ماشي عندي، غير شوف برا، غير شوف بلاصه اخرى، راه ما عنديش، انا ماشي هو المسؤول. تصور واحد يوميا تيقول للعقل ديالو هكذا، تتبرمج عقلك انه ما عندك سلطه، تتبرمج عقلك تقول له شوف سكوت، ما تبادرش، ما دير حتى شي حاجه، تتسحب منه الليدرشيب ديالو، تتسحب منه هذاك لو فولون، تيجلس يتفرج في الطريق. اما ملي تتقرر توقف وتقول لعقلك، هذا هو الواحد اللي هضرت عليه، بانني انا مسؤول على حياتي، تتكون بعثتي لي واحد الاشاره قويه، تتقول لي انا القائد ديال حياتي.